نشوف المصريين كانوا بيحتفلوا بعيد الفطر زمان ازاي. والعيد يعني لبس جديد، ومعانا احدث موديلات الفساتين للبنات، قطن او حرير ب 75 قرش. اما الولاد هيلبسوا بدله تروبيكال بميداليه وبطانه حرير ب 394 قرش. قول بالتبس هتوصل 4 جنيه. بس خد بالك دي مش بدله طفل في عيد، دي بدله وكيل وزاره. وطبعا مش هننسى بابا حبيبنا، هنجيب له بنطلون جبردين وارد الخارج ب 3 جنيه، يلا مش خساره فيه. اما بقى ست الكل فهنجيب لها فستان من محل اولاد اسلام باشا، هو غالي شويه معلش ب 4 جنيه ونص، وعلى فكره في منه مقلم ومشجر. وطبعا الشياكه تكمل بجزمه حلوه بقى، هتروح على محل شيكوريل، تطلع على قسم الاحذيه، هتنقي الجزمه اللي انت عايزها، بس انت مش هتلبسها وتمشي فيها وتشوفها هي مريحاك ولا لا. فكك من الطريقه دي، احنا عندنا تكنولوجيا حضرتك. نقدم لكم آلة البيدسكوب، جهاز أشعة. والله جهاز أشعة، حضرتك هتحط رجلك بالجزمة في الجهاز ده وهو هيبين لك بالإكس راي إذا كانت الجزمة دي مريحة لرجلك ولا لا. مش بقول لك تكنولوجيا، فرهبتوا مني أنا عارفة، وعلشان كده هجيب لكم حاجة تشربوها، ونقدم لكم مشروبكم المفضل البعيد عن الشبهات، زنبا كولا. أنا مش عارفة هو بعيد عن الشبهات إزاي باسمه ده، بس تمام. بس المشكلة مش في اسمه دلوقتي، المشكلة في مكوناته. عصير قصب بخلاصة الكولا، الميكس ده حصل ازاي؟ بس هو تقريبا ما حدش جربه وعاش بعدها علشان يقول لنا كان طعمه ايه. واضح ان كل اللي شرب الزنبا كولا دي اتزنبق.